لأحكي لك بالذات على موضوع مجزرة الحولة اللي هي كانت أول بوادر تمردي عليهم، وحتى يعني الرئيس لمس هالموضوع. أنا كناطق رسمي إجاني برقية من وزارة الدفاع. طبعا كانت الأخبار العالمية تضج والتصريحات أنه ارتكب النظام المجزرة، والصور تتناقلها كل وسائل الإعلام، وأنا ولا خيل لإلي أنه سيطلب مني التعليق على هذا الموضوع. وأنا في مكتبي عادة وعم بشوف وفد الأمم المتحدة، سفراء المعنيين، طواقم دبلوماسية، إعلام لبناني، إعلام غربي، بيجيني من مكتب الوزير نسخة برقية من وزارة الدفاع. برقية وزارة الدفاع بتقول سطرين: تتناقل وسائل الإعلام المغرضة أنه الجيش النظامي ارتكب مجزرة، نحن لن نرتكبها ونضحض هذا الموضوع. أنا قريت البرقية ولم يخطر ببالي أن يكون لي دور بهذا الموضوع. أتلقى اتصال من وليد المعلم، وزير الخارجية. وزير الخارجية آنذاك، فيني شوفك؟ طلعت لعنده. طبعا طلعت لعنده. أمور قال لي بدنا نعمل مؤتمر صحفي، شفت الإعلام ضاجج بالموضوع لننفي يلي صار. قلت له وشو بس أنا هذا الموضوع بده حدا يطلع من وزارة الدفاع مو أنا. وبعدين شو المادة اللي بإيدي؟ قال لي بعثت لك برقية وزارة الدفاع. قلت له قريتها سيادة الوزير برقية وزارة الدفاع؟ قلت له يعني مخرج افلام هزليه ما يعني انا بدي اعمل مؤتمر صحفي لفسر الماء بالماء، اطلع اقول تتهمونا بمجزره، ما عملنا المجزره؟ ما عندي اي معطيات. قال لي ما بعرف دبر حالك. قلت له انا بحكي مع الرئيس. نزلت لمكتبي، وإلى أول مرة بحكي هالتفاصيل كلياتها، الناس بتشوف بس المنتج النهائي. دقيت لمدير مكتب الرئيس وقلت له بدي اشوف الرئيس ضروري. ابو سليم. ابو سليم دعبول. وانا للامانه بس اطلب بيشوفني فورا. قال لي فورا. طلعت اخذت معي برقيه وزاره الدفاع. احترامي قلنا له سياده الرئيس هيك القصه، خبرني وزير الخارجيه وبدنا نعمل مؤتمر صحفي. قال لي ايه اطلع فيها. قلت له هذا الموضوع حيخلينا نحن نبدو بمظهر سيء جدا. يعني انا عم بطلع يعني خلص نفتها وزاره الدفاع، بوزعها انا ببريس ريليس، ليش لا اطلع وبدي اخذ اسئله؟ يعني كل مؤتمر صحفي، المؤتمر مو بس مؤتمر، بيجيك اسئله بعده. انا ما عندي اي داتا على الموضوع ابدا ابدا. قلت له بعدين يعني هلا بتذكر شو قلت له، يعني بطريق يعني المزاح يعني، لكن المقصود قلت له دولة فيها كل هالدراما ونجدة أنزور وهالناس كلياتها اللي عم تعمل فبركات، هيك بدك تطلع؟ قلت له إذا بتجيب أي حدا عم يعمل سكتش لأي شيء بالدراما السورية بيطلع أحسن من هيك. قلت له أنا آسف ما بقدر أعمل هيك، وأنا هذا الموضوع بفضل يطلع حدا من وزارة الدفاع يحكي فيه. قام قال لي عم نحاول ندرب ناس وما عندي حدا، شو بعمل جهاد؟ قلت له أنا بدي معلومات أكتر، أنا ما رح أطلع بمظهر الغبي، بدي معلومات أكتر. قال لي حابعت لك الضابط المسؤول عن هالموضوع على المنطقة اللي ماسك منطقة الحولة وبيعطيك فول بريفينج على الموضوع. تأمر شو بدي أعمل؟ يعني أنت بتحكي مع رئيس جمهورية بنهاية المطاف. أنا ذاك رجعت وأنا مخبوط، لأني أنا كان أول يعني وعي، لأنه الدور تبعي ينحى منحى لا يناسبني ولا يناسب يعني أنا لم أطلب ولم يكن يعني الميشن ستيتمنت تبعي أصلا فيه أي شيء عسكري، وأمر واقع. حتى يعني قلت له بيطلع الوزير بيطلع لا أنت بتطلع. المهم رجعت على مكتبي، اجاني اللواء المسؤول عن هالمنطقة. تذكر شو اسمه أو ما مهم. أنا آسف بس اللي بذكره اجى لعندي لابس عسكري. قلت له يمكن نطلعك معي بالمؤتمر، الله يوفقك سيادة اللواء، روح البيس مدني، بدك تطلع انت لابس عسكري تقول مرحبا نحن مو اللي قتلنا الناس. طبعا اللواء قعد شرح لي كل جاي معه توجيه، وشرح لي كله انه بالساعة كذا فاتت هجوم متزامن على كذا قرية، نحن كنا بحالة دفاع عن النفس، لن نرتكب مجزرة، تم استخدام أسلحة نوعية مضادة للدروع لأول مرة. أعطاني كل هالمعلومات. هو كان حاضر في المنطقة كما قال لي. كما قال لي. أنا حاولت أتهرب دبلوماسيا عن طريق طلب معلومات تجعل في مصداقية للموضوع. وفروا لي معلومات. مدى صحة المعلومات أنا بالنهاية ناطق رسمي ولست عضو برلمان أتبنى ما يقال. يعني الناس سمعت مني بعد ما تركت منصبي، بتسمع مني كجهات. من قبل هذا هو الموقف الرسمي.